ازيكم يا أصدقائي؟ الكرتون بتاع النهاردة عن ابنها مات وهو لسه مولود. هي طبعا اتجننت في دماغها لأن هي ما كانتش مصدقة اللي حاصل، وكانت ماشية كده زي الزومبي زي ما انتوا شايفين، عمالة مبتسمة وشايفة أي طفل ممكن تاخده. ادي أول طفل استخبى ورا باباه وباباه ضربها. هي مش عارفة إن دي أطفال مش بتاعتها، هي كل اللي في دماغها ابنها. راحت واخدة الطفل التاني من العربية بتاع مامته راحت البوليس، بس هو قالت لهم انا ابني شكله كذا وكذا. قالوا لها لا معلش احنا ما نعرفش حاجة عنه، ما شفناش اي حاجة عنه. الولد كان كبر وامه التانية طبعا هي المدرسة بتاعته، هي ما تعرفش ان هو ابنها، بس هي كانت بتحبه، هي ما تعرفش ليه. الولد بقى طالع، هو اصلا ما كانتش الست التانية عارفة تاخد بالها منه، وكان مبهدل وكان مش شكله كويس. بس كمان كان في مشكلة، كل الولاد اللي في المدرسة كانوا بيغلسوا عليه عشان شكله المبهدل ده. المدرسة بتيجي في عربيتها طبعا، وهي بيقول لها بنتك ضربتني. قالت له لا يا بنتي ما تضربش حد، وراحت ضرباه. هو طبعا مش مصدق ان كل الناس عمالة تضرب فيه، وهي برضه ما تعرفش ان ده ابنها. راح جاب حتة الدونتس دي لمامته، وكان بيدلعها وياخد بالها منه. هو ميعرفش ان هي خطفاه، بس هو عارف ان هي مامته اللي ربته وخدت بالها منه طول الوقت. هو شايف الأولاد كلهم عمالين يلعبوا وعمالين يغلسوا عليه، بس هو كل ما يجي يعمل حاجة فيها مشروع عشان يقوم بيته يلاقي الناس بتغلس عليه. هو حاطط الستاند بتاعه عايز يبيع الحاجات اللي هو بيبيعها، ده كمان حاطط تخفيض 20% على كل البضاعة بتاعته، وبرضه محدش بيشتري منه. الست دي عمالة تشوف ايه ده، ايه اللي حاصل ده، وفجأة لقت بنتها اللي ضربت الولد غرقت في المية. راح الولد أنقذها وشالها وطلعها من المية. بتبص على ايده، لقت التاتو اللي كانت عاملهوله وهو صغير. عرفت ان هو ده ابنها، وان هو ده اللي كان تايه منها من سنين. عملت تحليل الدي ان ايه ولقيته فعلا ابنها. راح لمامته بقى اللي هي كانت خطفاه وقالت له انا عرفت كل حاجة عن ابني. قال لها بس انا ما اقدرش اسيبه، ما اقدرش اسيبها لان هي خدت بالها مني طول الوقت. انا خلاص هنعيش احنا التلاتة في سعادة مع بعض، وهي هتيجي تعيش معانا. ودي نهاية حدوتتنا النهاردة. يا ترى دوستوا اعجاب بالفيديو واشتركتوا في القناة، وكمان فعلتوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم.